سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، نحكي لكم اليوم واحدة من أبشع وأغرب القضايا اللي بتهتز لها الشارع المصري، وتحديداً من محافظة الإسماعيلية، من منطقة اسمها أبو سوير. قصتنا عن ياسمين، امرأة تبلغ من العمر 34 سنة، ل4 أبناء، كانت حياتها مليئة بالمرارة والحرمان. رغم زواجها الذي دام 14 عاماً من عبد الرحمن، إلا أن حياتها لم تعرف يوماً طعم الراحة. ياسمين كلما غضبت من زوجها كانت تلجأ إلى بيت أهلها تبكي وتشتكي. كان والداها دوما يحثنها على الصبر ويقولان لها: عيشي يا بنتي، إحنا ما عندناش بنات بتطلق، الناس هتقول عليكي ما عمرتيش بيتك، وإحنا بالعافية جوزناكي. وفي كل مرة كانت تعود وجبرة حفاظاً على بيتها وسمعتها وعلى أولادها، خاصة إن 2 من أطفالها كانوا مرضى. وفي إحدى المرات قالت لأمها وهي تغادر بيت أهلها: ياما أنا راجعة، بس حاسة إني مش هاجي تاني، هرجع لكم مقتولة. وكانت هذه آخر كلماتها الأمة. لكن المصيبة الكبرى ما توقفش عند مقتل ياسمين فقط. الزوج المجرم عبد الرحمن ما اكتفاش بجريمته، بل أراد إخفاء أثر جريمته بأبشع الطرق. نشر إشاعات عن زوجته إنها هربت مع عشيق، وأجبرها قبل مقتلها على تسجيل مكالمات مع صديق له حتى يوهم الشرطة وأهله بإنها سيدة سيئة السمعة. بل وذهب أبعد من ذلك، حيث تقدم ببلاغ رسمي للشرطة يتهمها فيه بالهروب مع عشيق. ومع مرور الأيام بدأ الشك يدب في قلوب البعض، خاصة بعد اختفاء الابن الأكبر أدهم اللي كان يبلغ من العمر 13 عاماً. السر الرهيب اللي خاف الزوج من انكشافه هو إن أدهم كان أمد والده وهو ينهي حياة والدته ياسمين، ولذلك فضل يراقبه لمدة 4 أشهر حتى قرر التخلص من ابنه هو الآخر وقتله. الصدمة الأكبر دفنهما داخل البيت. لم يلقى بجثتهم في الترعة أو المصارف أو حتى على الطرقات، بل قام بحفر حفرة داخل المنزل ودفنهما هناك، وأغلق عليهما بالأسمنت والرمل. مر عام كامل دون أن يعلم أحد عن مصير ياسمين وأدهم، حتى جاء اليوم اللي قرر فيه الابن الأصغر أحمد، اللي لم يكن يتجاوز عمره 10 سنوات، أن يكشف السر لعمه. قال له وهو يبكي: عمي، أنا خايف أقول الحقيقة، يقتلني زي ما قتل أمي وأخويا. وعندما سألوا إيه، دله على مكان دفنهم داخل البيت. وهنا بدأ بيتكشف اللغز. بعد بلاغ رسمي وتحرك الشرطة تم اكتشاف الجثث وتم القبض على السفاح عبد الرحمن. المأساة كما روتها أم ياسمين، 1 سنة كاملة كانت تبحث خلالها عن ابنتها في المستشفيات والشوارع. كانت تعيش على أمل أن تعود ابنتها يوما ما. وفي ليلة وقفة العيد جاءها